غادي نسولك ولكن ما تجاوبنيش دابا. واش عمرك حسيتي بانه نهارك كيدوز وكدير فيه بزاف ديال الحوايج ولكن في الاخر ما كتكونش راضي على راسك ولا فخور براسك؟ هادشي كامل حيت ماشي انت ضعيف وماشي حيت ما باغيش تطفر، ولكن حيت عمرك تعلمتي كيفاش تعيش نهارك بطريقه واعيه. الروتين اللي كنسمعوا عليه كيهضر غير على الناس اللي حياتهم اصلا مستقره، الناس اللي ضايعين ومشتتين ومرهقين ذهنيا بكثره التفكير في داكشي اللي باغيين يوصلوا ليه، ما كيهضر عليهم حتى واحد. الا كنتي كتسناني نعطيك شي روتين اللي غادي ترتاح فيه وتبدا تعيش به حياه الرفاهيه، غتخرج من هذا الفيديو بالكرامه ديالك. اما الا كنتي باغي سيستم وقادر انك تصبر على داكشي اللي غنقول لك، فكمل الفيديو من الاول حتى الاخر. في الاخر ديال هذا الفيديو غنانونسي اخيرا على واحد الحاجه اللي كنتو كتسناوها كاملين، غيكون عندك فرصه باش انك تخدم مع سكارنوكس نيشان. نبداو. النهار ديالنا ما كيبداش بالقهوه، كيبدا بسؤال واحد اللي هو واش قادر نغلب راسي ولا لا. 100 تراكسيون غتبدا بها بطل النهار ديالك، وانت يا اختي لستي مطالبه ب 100 تراكسيون تقدري تادابطي على حساب الجهد ديالك. الا جاتك 100 تراكسيون بطل صعيبه فخدم عليها نهار على نهار يوميا. هادشي ماشي باش انك تربي الميسكل، وانما باش تعلم راسك واحد الحاجه: انا نقدر ندير داكشي اللي صعيب في البدايه، حيت الجسد هو البوابه ديال العقل، ولا درتي مجهود جسدي في البدايه ديال النهار فانت كتكسر ديك المقاومه الداخليه. الناس كيقولوا لك دوش بالماء بارد في الصباح بكري، علاش؟ ماشي حيت غادي يريكوفري لك الميسكل ديالك ولا شي حاجه، لا، وانما حيت يخرجك من منطقه الراحه وغتقدر دير اي مهمه صعيبه من وراها. انا لا انصحك انك تبدا بالماء بارد لاسباب نقدر نشرحهم في فيديو اخر. داكشي علاش غير تحدى ليا لو كور ديالك بما هو تراكسيون ولا اي حاجه رياضيه، وهكا غادي تكون خرجتي من منطقه الراحه ديالك قبل ما يخرجك منها شي واحد اخر. حيت الا كان كيفيقك شي واحد وما كيعجبكش الحال وكتنوض خاسر، ماشي حيت انت مقطوع، وانما الراجل بحد ذاته ولا اي انسان سواء كان بنت او ولد عنده طموح كيكره انه يفشل في انه ينوض مع نفسه ويجي واحد اخر ينوضه. داكشي علاش فاش كتنوضك الوالده ديالك كتنوض حاقد. من وراء هذا الجهد العضلي ما غاديش تحتاج واحد الضجيج او بزاف ديال الهضره، وانما محتاج اتجاه واضح. 2 ركعات صديقي وقراءه شي ايات قرانيه. ما بغيتك تقرا بزاف ولكن بغيتك تقرا بتركيز. هاد اللحظه غادي تفكرك في انه النجاح بلا القرب من الله عز وجل ما عنده ثمن، وان السعي بلا توفيق يساوي التعب والارهاق. القرب من الله عز وجل في بدايه النهار ديالك هو التحرر من داك القلق، من داك الوسواس ديال المستقبل، هو اللي غادي يحيد لك داك ستريس ديال النهار، حتى يخليك انك تقول بانه انا فوضت امر الله عز وجل، غندير اللي عليا والكمال على الله. من بعد ما كنتغلبوا على الدماغ ديالنا كنقادوا الجانب الروحاني ديالنا، دابا جا وقت الافكار ديالنا. الدماغ داير بحال واحد الغرفه، الا بديتي نهارك وهي مرونه غادي تبقى مخربق النهار كامل، ولا عرفتي كيفاش اورغانيزيها بطريقه زوينه غادي تفتح لك الشهيه باش انه تنتج فيها اكثر. غادي تاخذ ورقه وستيلو ولا شي مذكره عندك وبغيتك تكتب كاع داكشي اللي كيدور في بالك. هادشي طبقناه مع الناس اللي كيديروا معنا الكوتشينغ يوميا، وفعلا النتائج ديالهم اللهم لك الحمد، وهما غياكدوهم لك في التعاليق. بغيتك في ديك الصفحه الاولى تخرج كاع الخوف، كاع الضغط اللي عندك، كاع الافكار اللي انت كتحس بهم ضاغطينك، ماشي باش تبان ذكي وانما باش تخفف على راسك. من بعد غادي تراجع الاهداف اللي حاط باش تنفض عليها الغبار وتكون واضح مع راسك. واش هاد الاهداف انا اللي كنقراهم يوميا، واش حسيت بانه كاين شي هدف انا اصلا ما باغيش غير شفتو في ستوريات ديال الناس وتحمست وكتبته؟ هاد المراجعه اليوميه للاهداف كتخليك انك تعرف الاهداف الحقيقيه ديالك وما عمرك تردد انك تغير الاهداف اللي ديجا مكتوبين. ثانيا كتخليك قريب من الاهداف ديالك. هذيك الاستمراريه اللي كتقلب عليها كتجي من انه تخدم يوميا وتراجع الاهداف ديالك يوميا. هنا فين كتجي مرحله ديال الاكل الضفدع او لا ايد ذا فروغ. هذا البرانسيب اللي كياكد على انه خاصك دير اكثر مهمه اللي كتهرب منها في النهار في البدايه ديال النهار ديالك، سواء كانت قرايه ولا بريباراسيون شي اكزام او لا مشروع او لا شي مكالمه اللي كتهرب منها او لا القرار اللي كيتسناك انك تاخذه. ما عمرك تسنى راسك تكون واجد. الاستعداد كيجي من ورا ما كدير الفعل، حيت ما عمرك غتلقى شي واحد كيتسنى انه يكون واجد باش يحفظ شي اكزام، وانما غتلقاه واجد حيت هو ديجا حفظ الاكزام. يعني دير الفعل وغادي تلقى راسك واجد. ودير في بالك صديقي قاعده: كل مره كتاجل عليك شي حاجه صعيبه فانت كتكبر الخوف ديالك منها، وان فوا كتواجهها فانت كتصغر داك الخوف وكتقلص المسافه بينك وبين التحقيق ديال ديك الحاجه. هادشي كامل صديقي كيمثل الروتين الصباحي ديالك اللي من وراه كيجي اوتوماتيكمون المسؤوليات اللي عندك، سواء كان خاصك تمشي تقرا او لا تمشي تخدم او لا تمشي دير شي حاجه اللي انت مسؤول عليها وملتزم بها يوميا، فسير وديرها. الا كنتي قاري من 8 12 و2 6 سير قرا من 8 12 و2 6. انا ما غندويش معاك في هادشي شنو غدير فيه، لا نبغيك هو انه دير داكشي بتركيز ودير الحد الادنى ديالك في هذيك المهام، سواء القسم او الامتحانات او الخدمه ديالك والوظيفه ديالك او البروجي اللي خدام عليه. عطي فيه الحد الادنى باحتراف وركز في داكشي اللي كدير، حيت هادشي اللي غيعلمك لا ديسيبلين صديقي. وحيد عليا ديك الهضره ديال انه ما باغيش نكون عبد هاد الناس الى اخره، لا، دوز هاد المرحله باش تعلم لا ديسيبلين. وين فوا ترجع للدار سواء مع الستة ولا مع التسعود ما كيهمنيش مع رجعتي، حيت انا يا صديقي غندخلوا في المرحله اللي كتخلق الفرق ما بين الناس، ما بين الناجح والانسان
انسان اللي كيعيش في حياته عادي. من ورا ما كدير دوك الالتزامات اللي عليك خاصك دير ما هو اضافي. تعلم شي مهاره ملي ترجع، قرا شي كتاب، طور راسك اولا راجع الدروس ديالك. داكشي علاش كتلقى بانه ناس كيجيبوا مزيان وناس لا. علاش؟ حيت داك المجهود الاضافي من ورا ما ترجع للدار هو اللي كيدير الفرق. الموظف اللي باقي في بلاصتو والموظف اللي تبارك الله دار براند ديالو وخرج من الوظيفه ديالو، هذاك انسان كان كيرجع مهلوك من ورا الخدمه وكيمشي يدير ديك المهام اللي خاصو يدير، كيتعلم واحد المهاره يوميا واخا عيان وكيدير داكشي اللي خاصو يدير. وهنا من كيجي الكونسيبت ديال التحسين بنسبه 1% اولا داك كامباوند ايفيكت اللي كيتراكم وكيصنع لك المعجزات اصدقائي. النجاح ماشي هو انك دير 100 مهمه 100%، النجاح هو انك تخدم يوميا على راسك بنسبه 1% وتخلي داكشي يتراكم مع الوقت. وقبل ما نساليو النهار ديالنا بغيتك دير واحد الحاجه واللي هي سبور. الا كان عندك الوقت في الصباح افضل انك ديره في الصباح مزيان، المهم انك تحرك لو كور ديالك. اما لما كانش عندك فهادي احسن وقت فين انه دير سبور. ضرب القبيه ديالك بطال وخرج اجري، سواء انت كنتي بنت اولا ولد ترينيو سوا في الدار ولا سوا برا. شوف داكشي اللي يناسبك ودير، المهم لو كور ديالك يوميا خاصو يتحرك. واخر حاجه غنساليو بها النهار واللي هي المحاسبه واغلاق اليوم. قبل ما تنعس بغيتك تبرك مع راسك وتجاوب على 3 ديال الحوايج: شنو درت اليوم، شنو ما درتش، وكيفاش نصلح هذا الغلط اللي درت باش انه نركز على داكشي اللي خاصنا نديرو غدا. ما بغيتكش انك تحاكم راسك وتعاتب راسك بانه لا ما درتش الى اخره، لا، بغيتك تلاحظ وتصلح. الانسان اللي كيبقى يقول انا ما درتش انا ما فعلتش هذا انسان فاشل. اما الانسان اللي غيطفرو في حياته هو اللي كيصلح الغلط ديالو من ورا ما كيلاحظو. ويفوت سالي هادشي صديقي، بغيتك تصد النهار ديالك تختمو بواحد الدعاء وشويه ديال الصمت والسكات وفوض امرك الله عز وجل ونعس. هاد السيستم صديقي ما غيخليكش تولي مليونير في شهر، ولكن غيخليك انسان قوي في حياته، انسان اللي كيخدم يوميا وكيتسنى الفرصه اللي غتجي قدامه باش ينتهزها. علاش؟ حيت كيتقاتل يوميا وواجد لاي فرصه غادي تجي قدامه. والحاجه اللي بغيت نبارطاجي معكم ولله الحمد، اخيرا قربنا نطلقوا السيرفيس ديال الكوتشينغ ديالنا، فين غيكون عندك الحق انه تحجز واحد الاستشاره مع سكارنوكس اللي غنديطاي معاك فيها المشكل ديالك دو ا زد، وغادي نوصلوا للعمق ديالو صديقي. الكونسيير صديقي هو اللي غتقول ليه المشكل ديالك وغادي يعطيك نصائح كما كندير معكم في فيديوهات. اما الكوتش هو اللي غادي تعطيه المشكل ديالك، غادي يوصل للعمق ديالو والاصل ديال المشكل منين جا، غيصلحوا معاك عاد غيبدا يبني معاك. لافونتاج اللي غيكون عندنا هو انه عارف الشباب ديالنا شنو خاصو لونكادرومون وخاصو المواكبه. وابار سيرفيس ديال الكوتشينغ غادي نعطيوكم مواكبه يوميه، يعني يمكن لك دير الانسكريبسيون وديك الساعه غادي نواكب معاك انا شخصيا لمده 30 يوم. غتكون عندنا ابيل فين غنحطوا فيها الاهداف ديالك من الاول حتى الاخر. ثانيا غادي نبقى نواكبك يوم ما درتيش وكيفاش تصلح هذاك الشيء غدا لمده 30 يوم. وكل الاخر ديال الاسبوع غادي يكون عندنا واحد الميت انا وياك فرديين فين غادي نناقش معاك اون ديتاي الاغلاط اللي درتي وكيفاش تصلحهم، وغادي نعطيك شي حوايج اللي غادي نعاونوك. بيان سور هادشي ما غاديش يكون فابور، ولكن خليكم على القرص. انستغرام ديالي هو هذا، كلشي فولويه، حيت اون فوا غنانونسي بواحد البري اللي ما كيتصدقش. ودير في بالك ما غاديش ناخذ بزاف ديال الناس في الفيديو، حيت انا اللي كيهمني لا كاليتي. نقدر ناخذ 2 ديال الناس نتبع معاهم شهر كامل باش نخرج ناس دو كاليتي. اما لا كونتيتي صديقي راك عارف شكون اللي كيخدم به. انستغرام ديالي هو هذا، فولويه وكون واجد. كان معك سكارنوكس، شكرا بزاف على الوقت ديالك، تشوفوا فيديو الجاي.